هل تعلم يا عزيزي إن في مكان في القاهرة في مسجد وكنايس أثرية وكمان معبد يهودي، والفرق ما بينهم مجرد أمطار؟ تعال أقولك فين. مجمع الأديان في مصر القديمة. تقدر هناك تشوف المسجد والكنيسة والمعبد اليهودي جنب بعض، وتحس قد إيه مصر طول عمرها شعب واحد. وعلى بعد أمطار هناك تقدر تشوف مدافن الروم الكاثوليك اللي معمولة بشكل فيه فن كأنها تحف فنية. وقدام كل قبر هناك معمول تمثال فيه تحفة فنية جميلة. كل كنيسة من الكنائس اللي هناك تعتبر أثر وراها قصة من قصص الديانة المسيحية، وملايين المسيحيين وغير المسيحيين بيزوروا الكنائس دي كل سنة عشان خاطر يتفرجوا عليها. كل الكنائس اللي هناك معمولة بطراز معماري يخليك فعلا تحب كل تفصيلة فيها وتدوب في حب المعمار اللي اتبنى بيه الكنائس دي. ومجرد ما تدخل أي كنيسة وتشوف العواميد والرسومات في كل حتة في الكنائس اللي جوه، بتحس كأنك في متحف فني مش مجرد كنيسة. وكل كنيسة من الكنائس اللي هناك لسه لحد النهاردة بيقام فيها الصلاة، دليل على إن حتى بعد الفتح الإسلامي فضل الأقباط بيمارسوا طقوسهم الدينية بمنتهى الحرية والسماحة. وكمان هناك تقدر تشوف كنيسة السيدة العذراء مريم، وتقدر كمان تشوف المغارة اللي استخبت فيها ستنا مريم وسيدنا المسيح وهم في مصر. وعلى بعد خطوات هتلاقي المعبد اليهودي وتقدر إن انت تخشه، وده من المعابد القليلة اللي لسه مسموح بالزيارة فيها. وفي النهاية ما نقدرش نختم الجولة من غير ما نشوف مسجد سيدنا عمرو بن العاص، وهو أول مسجد اتبنى في مصر بعد الفتح الإسلامي. وجنب المسجد في سوق الفسطاط عشان لو حابب تشتري سوفينيرز لحبايبك. ازاي بقى تقدر تروح هناك؟ تقدر هناك تروح بالعربية أو ممكن تركب مترو. هتنزل محطة ماري جرجس، وهناك هتنزل في قلب المنطقة. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد ننزله على القناة.